السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم كلكم جميعا. طبعا انتوا شفتوني ان انا ما عملتش كليب بقالي كتير قوي في القناة بتاعتي انا. ده من عشان ان انا يعني مش فاضي. اللي مش فاضي ده عشان اخر يعني في الايام الاخيرة كان بابي كان تعبان قوي وكنا في المستشفى، ويعني كان في حاجات كتير قوي يا جماعة حصلت. فعشان كده انا ما عملتش فيديو، وده يكون اول فيديو اللي انا اعمله في القناة بتاعتي النهارده. طبعا يا جماعة اقول لكم ان انا كنت بنزل فيديو، بس انا كنت بنزل فيديوهات في قناة بتاعت مامي. طبعا عشان انا كنت بشتغل انا وعندي المرتب بتاعي انا يعني انا يعني ركزت اكتر في قناة بتاعت مامي، عشان انا حاسس بان قناة مامي يعني هما قناة مامي واخواتي هما اهم اكتر مني، عشان يعني ده هو موقد الرزق بتاعهم الوحيد يا جماعة. فعشان كده الايام اللي فاتت ما عملتش كليب في القناة بتاعتي خالص، وكمان عشان مامي كانت تعبانة، فعشان كده يعني كان هي في الأوقات دي كنا احنا بنخليها تروح الدكتور. يعني دخلناها عند المستشفى يجي كذا مرة، وفي نفس الوقت كمان هي ما كانتش مركزة خالص، ما كانتش يعني عندها يعني مركزة خالص يعني في عمل الفيديو والحاجات دي. فعشان كده أنا في آخر الوقت ده أنا مسكت القناة بتاعت مامي، ويعني عملت الكليبات وكده ونزلتها انا، ودلوقتي القناه بتاعت مامي معايا انا دلوقتي. وانا عايز اشكركم كلكم، ما توقعتش خالص ان في ناس هتحبوا بابي قوي كده ويدعوا ليه، وفي نفس الوقت كمان يعني ناس كتيره قوي من المتابعين بتاعنا. شكرا قوي، ويعني اشكركم قوي قوي قوي. كنت اعرف هنا ان في تايلاند الناس بيحبوا بابي كتير قوي، بس ما توقعتش خالص ان يعني في ناس في المتابعين بتوعنا هيحبوا بابي بالشكل ده يا جماعة. واشكر المتابعين اللي هم كانوا بيكتبوا تعليق في الكومنت عند ويدعوا لينا، واشكركم يا جماعة. في حلم يا جماعة أنا حلمت بيه، يعني حلمته عن بابي من ساعة ما بابي توفى. فحلمت في الحلم ده يجي كذا مرة، وأنا عايز يعني أحكي لكم يعني إن أنا حلمت بإيه، وأنا عايزكم يا جماعة تفسروا لي الحلم ده. يعني عايزكم تفسروه لي بمعنى إيه. بعد ما بابي توفى أنا حلمت يعني أحلام كتير قوي، بس الحلم اللي أنا هقول لكم عليه دلوقتي ده هو الحلم اللي أنا يعني حلمت منه كتير قوي. يعني حلمت منه كتير قوي من ساعة ما بعد ما بابي توفى، حلمت بالحلم ده يجي كذا مرة. فعشان كده انا عايزكم بقى ايه، انا هقول لكم بقى الحلم اللي انا حلمته ايه، وانتوا يعني تفسروه لي بمعنى ايه. انا سمعته من مامي. انا قلت لمامي يعني قلت لمامي ان انا حلمت بكذا بكذا بكذا، ومامي برضو يعني قالت لي ده بمعنى ايه. بس انا عايز اسمع يعني منكم انتوا يا جماعة ان الحلم ده بمعنى ايه. اوكي. الحلم بتاعي يا جماعة اللي انا حلمته هو اما انا يعني رجعنا خلاص بعد ما بابي توفى حوالي يومين ولا ثلاثة. مامي اتصلت بيا وقالت لي تعالى البيت. فقلت اوكي ماشي، قلت اوكي هروح البيت. قالت لي تعالى البيت عشان يعني تعالى ناكل ومعرفش يعني في اكل وكده، تعالى كل معانا. فقلت لها ماشي. فرحت هناك. فاما رحت هناك اول لما دخلت البيت رحت يعني اتفوجئت قوي يا جماعه، عشان في نفس الكرسي اللي بابي كان قاعد بابي كان موجود. امم يعني بابي موجود وقاعد في الكرسي بتاعه. فيعني استغربت قوي. فمامي جت وقالت لي ان ايه، احنا عاملين لك يعني مفاجأة. عاملين لك مفاجأة عشان يعني الحقيقة اللي حصلت هو يعني بابي ما يعني اما هو قلبه وقف ودفناه وكده. اللي حصل هو قلبه يعني رجع يعني يعني فاق يعني. اه. فهم جابوه على البيت وقالوا لي ان انا اجي عشان يعملوا لي انا مفاجأة. امم ويعني انا في الوقت ده يعني انا فرحت قوي. فرحت قوي، ويعني كنت فرحان، يعني فرح كبير قوي، عشان انا كنت حاسس بان يعني كان حلم حلو قوي. فالمهم بعد كده فبابي قال لي كلمة
انا عايز اقولها لكم دلوقتي يا جماعه. بابي فقال لي يا ادول، قال لي كده، قال لي يا ادول انا موجود، انت مش موجود، ولكن انت موجود، انا مش موجود. هو قال لي الكلام ده كده يا جماعه. فانا عايزكم يعني تقولوا لي ان يعني معناه ايه في الاخر الحلم يا جماعه. قال لي ان هو دلوقتي هو انت في اخر الوقت، انت في اخر مره قبل ما هو يتوفى، كان انت كنت انت مش موجود. فانا دلوقتي موجود دلوقتي. فعشان كده يعني ده الكلام بالتايلاندي يا جماعه اللي هو اللي قاله لي. وقال لي كمان ان يعني قال لي يعني ايه، يعني دي يعني انا دلوقتي موجود قدامك، يعني حاجه زي كده. قال لي يعني انا دلوقتي موجود قدامك دلوقتي. امم فاخر وقت، فانا فرحت قوي يا جماعه، عشان يعني كان اخر مره آه كنت انا عندي شغل، ومامي وبسمله هم اللي راحوا اخر مره. هم اللي راحوا اخر مره، وانا قلت ان انا كنت هزوره اليوم اللي بعديه، يعني اليوم التاني. بس انا ما كنتش اتوقع خالص ان هو يعني هيكون، يعني ان هو يعني هيكون كده. كان بيحصل زي كده برضو في يعني كتير، بس ما كانش يعني كان بيحصل الحاجات دي كتير، وبعد كده يعني يكون كويس. فانا فكرت ان المره دي يعني ما توقعتش يعني ان هو يعني كده، وبعد كده هيتوفى على طول. فاخر الحلم كان زي ما كان هيقول لي ان هو يعني ايه، يعني اخر وداع، يعني اخر وداعا، يعني بيتكلم معايا اخر حاجه قبل ما يعني يروح، يعني قبل ما يمشي يعني. فانا حاسس بان هو كان بيقول لي كده. ده هو كان بيقول لي بالتايلاندي، فعشان كده انا كنت ايه، يعني في الاخر الحلم انا فاهم، لكن الحته اللي انا ما فهمهاش خالص هو الكلمه اللي هو كان بيقول لي انا موجود، انت مش موجود. انا موجود، انت مش موجود، ولكن انت موجود، انا مش موجود. يعني المعنى بتاع الحلم والحاجات دي يقدر يكتب لي في الكومنت يعني تحت بمعنى ايه يا جماعه. وطبعا هو ده الحلم كله اللي انا حلمته كده، بس اللي انا جاي عشان اقول لكم عليه. واشكركم يعني مرة تانية، اخر مرة، ل... لان انتوا يعني وقفتوا معانا ودعيتوا لينا احنا كلنا، انا مع اخواتي ومع امي مع بابي وكله. اشكركم كلكم يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا جماعة.